السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. بدأت معاكم كده بالليمون والجزر. جبتهم من السوق. يعني كنا خلاص كده فطرنا، لسه هنشرب الشاي. وانا قاعدة بقى كده فتحت الليمون، وبرضو قشرت الجزر وقطعته. يعني مش لازم واحنا واقفين في المطبخ برضو. كل حاجة بتمشي واحنا قاعدين كده على الترابيزة. وعملته يعني وانا قاعدة، عبال ما شربنا الشاي بقى وقطعت الجزر وقمنا بقى نخلله. الليمون دلوقتي جميل قوي في السوق يا جماعه. الليمون الاخضر ده بتبقاش ميته كتير، وبيبقى ملان لحم كده، وكمان جلده كده بيبقى حلو قوي في التخليل. عمر بقى عمل لنا الشاي، وكمان جبت الجزر. هم بيحبوا مخلل الجزر، وكمان قالوا لي عايزين خيار، فعملت لهم بقى الجزر. عايزه اقول لكم الشويه اللي كنت جايباهم في فيديو المكرونه، طاجن المكرونه، ب30 جنيه. يعني الليمون والجزر ده جايبينهم ب30 جنيه. فلا، التخليل احسن في البيت. بقطعهم بقى كده عشوائي كده، يعني انا عندي القطاعة يا جماعة اللي هي بتعمل شكل دي. بس عادي يعني. عشوائي كده احسن، وبرضه ما بطولهوش قوي كده، بيبقى قصير كمان. لو قصرتيه عن كده يبقى احسن برضه. وبنقطع بقى كده على طول، يعني مش لازم بقى يعني بالقطاعة وكده. دخلت بقى كده على الحوض. طبعا انا كنت معقمه، كنت غاسله المواعين. فدلقت بقى الليمون في قلبه كده، وهغسل بقى حبه حبه كده. ولو في اي واحده لقيتها مطربه ولا حاجه بحكها قوي بايديا كده، وهملى بها ميه بقى واسيبها تغلي. هنسلقه يعني. الليمون يا جماعه مش هخلله مع الجزر. يعني انا خللت معاكم الجزر وبعدين غيرنا لليمون. الليمون يعني انا مخلله الجزر وسبت الليمون يومين تغيير. يومين كمان او 3، يعني حسب. 3 ايام كمان تغيري له ينزل كل المرارة اللي في قلبه، وبيبقى حلو قوي. خلاص كده بقى يعني سلقته. المية بتاعته دي يا جماعة مش هرميها، انا هحتفظ بيها عشان هعمل لكم فيديو بيها. هبقى اقول لكم يعني فين دي مية الليمون. انا عينتها كده، يعني خليتها لما بردت خالص وحطيتها في التلاجة بقى. هغير له بقى، شيلته خالص، شيلته بقى يعني بالمصفى كده، وهغير له بقى كويس. هسيبه بقى على الحوض كده كل شويه، يعني بغير له في اليوم مرتين 3. والجزر كمان بقى ما كنتش غسلته، انا قشرته بس وانا قاعده، وهغسله واشطفه واخلله بقى معاكم. انا بعد ما حطيته في البرطمان يا جماعه، لا مش عايز برطمان. غليت هنا الميه، ومعايا هريسه الشطه اللي كنا عاملينها في المخللات اللي فاتت. وحطيت بقى كده ربع الكيس ملح كده، وهدوب قوي. بس كده يا جماعة، انا جبت بولة وحطيتهم فيها لان هدخله التلاجة. يعني سبته يوم كده على الرخامة، وبعدين دخلته التلاجة. بيفضل زي ما هو، ما بيريمش ولا بيجراله اي حاجة. وفي نفس الوقت بيطراش ولا بيعمل ريحة ولا اي حاجة. بعد ما عبيته هنا في البرطمان قدامكم كده، فضيته تاني. وحطيته بقى في البولة، واحط عليه بقى المية السخنة، ميه مغليه بالهرسة الشطه بشويه خل. سبته بقى كده، غطيته وسبته يومين كده على الرخامه، وبعدين دخلته التلاجة. كده بقى كان يعني تالت يوم معايا. ولسه الليمون محطوط، كل يوم بغير له واسيبه زي ما هو كده، بغير له في اليوم مرتين 2. عمر بقى جاب لي خضار. جاب لي بقى خيار، وجاب لي بتنجان. هنعمل مسقعه، وهنعمل يعني بصل كده مقطع جنبها المسقعه. عايزه اقول لكم جميله جدا هي. تبقى جميله اكتر في الصيف في الشتاء. بس يعني خلاص بقى نفسنا فيها كده، فحبنا نعمل فيديو اقتصادي كده معاكم، واوريكم طريقتي في المسقعه. غسلت بقى الخضار هنا كله اللي هو جايبهولي. انا يا جماعه ما بكترش في الخضار، ما بحبش اصلا اجيب حاجه واركنها. على طول تلاقوني بجيب معاكم كده. يعني بجيب نص كيلو، كيلو بالكتير، لان احنا يعني في مكان حي وكده، وعايزين اي حاجه جنبنا يعني، اي حاجه عايزينها على طول بنلاقيها. فما بكترش بقى، ما بلخمش التلاجة بالخضار، يعني اللي بنعوزه بنجيبه صابح كده. هقطع بقى البدنجان، ما بقطعوش كبير يعني،
حتت صغيرة كده، الحتة اللي بلاقيها كبيرة بقطعها. ده اهم حاجة. وهنقليه بقى. اهم حاجة في قلية البدنجان يا جماعة نسيبه ينشف كده في الزيت، ما نطلعوش وهو طري، بيبقى شربان زيت كتير يعني. بغلي بقى مية هنا لليمون، هنخلله. بعدها بقى بيوم ب3 ايام كمان. وهنا التوم بوريهولكوا، التوم اللي انا مفرزاه ده التوم مش بتاع السنه دي يا جماعه، التوم السنه اللي فاتت. شايفين جماله ولونه جميل ازاي، وريحته جميله. حطيت بقى معلقه زيت من اللي احنا بنقلي فيها سخنه كده، وحطيت بقى عليها التوم. وصفيت بقى الطماطم، ما بحبش قشر الطماطم يا جماعه في اي طبيخ او اي مسقعه. بس ممكن المسقعه يعني عادي، اللي مش عايز يصفيها ما يصفيهاش. انا صفيتها بقى كده المصفى دي واسعه شويه مش ضيقه، وبخبط بيها في ايدي كده بتنزل كل الطماطم. وحطيت بقى رشه سكر وملح وكمون. بس كده التسبيكه كده خلصت معايا. والبدنجان بيتقلي، والميه كمان بتغلي لليمون هنخلله. وكمان بقى هنقشر بطاطس. شايفين بقى هنا يا جماعه، بقول لكم البدنجان كده لونه بيبقى جميل قوي، وبيبقى ناشف، ما يعني تشيليه ما بيشربش زيت خالص. وكمان انا حطيت مناديل كده طلعته عليها يصفي كل الزيت اللي فيه. دي اهم خطوه يا جماعه، الباذنجان ما نطلعوش لونه فاتح. لو لونه فاتح بيبقى شربان زيت، وبيبقى مبيبقاش طعمه حلو خالص في المسقعه. خلاص بقى كده حطيت بقى مكتره الزيت عشان انجز معايا في الباذنجان. قشرت بقى هنا بطاطس، يوسف عايز بطاطس محمره. هعملها له في القلاية الهوائية. انا عاملة على قده بس مش مكترة في البطاطس. وكمان هما ما بيحبوش على المسقعة بطاطس، اللي بيحب عليها بطاطس يحط عادي مفيش مشكلة. انا حطيت فلفل، يعني قطعته كده تقطيع عشوائي كده، وشلت البذر منه وقليته حتت صغيرة كده في قلب البدنجان. هوريهولكم المرة الجاية. غسلت بقى البطاطس كويس، وهنا ده منديل مطبخ بنشفها بقى كويس قوي. ده اهم خطوة قبل ما احطها في القلاية الهوائية. وبحط بقى عليها يعني معلقتين زيت كده، وبرجها قوي كده زي ما انتم شايفين البطاطس كلها بقت مدهونه بالزيت كده. وظبطتها هنا على تلت ساعه. خلاص كده بقول لكم البدنجان حتى اللون ده ما نشيلهوش، لسه كده ما استواش معايا. هعمل بقى اخلل الليمون عشان اشيله. شايفين جمال الليمون يا جماعه، ما الليمون هنا مش هيتحط في التلاجة، هعبيه بقى في البرطمان. واسيبه كمان براحته يستوي بقى شويه كتر كده براحته. انا حطيت بقى نص الكيس ملح، اهم حاجه الملح يا جماعه، وكترت له هريسه الشطه كده. وهعبيه بقى في البرطمان، واحط الميه السخنه عليه واعبيه. لفيته كده بالملح قبل ما احط الميه السخنه. انا ما حطيتش خل يا جماعه، مش عارفه بقى انا ما حطيتش خل ليه، بس مش لازم يعني. عشان عندي مخلل جزر هسيبه يستوي براحته. زي ما قلت لكم يعني هسيبه على الرخامه كده، مش هدخله التلاجة خالص. الليمون بيستحمل، وكمان انا مش سلقاه رياء قوي كده. ما بحبش الليمون مستوي قوي. اللي بيحبه مسلوق قوي يسلقه، واللي بيحبه ماسك نفسه ما يتكاش قوي عليه في السوا. بس كده دوبت الملح قوي في الميه مكان اللف بتاعه يعني. ولقيت فيها فلفل كده، فانا قصت البرطمان شويه وحطيت بقى الفلفل المحطوط. والميه زايده كده على وشه. عايزه اقول لكم يفضل ما عندنا بقى ده براحته خالص يعني. الليمون ما بيجرلوش اي حاجه. وانا بحب يعني اخليله في الوقت ده. زي ما قلت لكم ميته ما بتبقاش كتير في الوقت ده يعني. حطيت بقى الباذنجان اللي صفى على الطماطم بعد ما استبكت، يعني نص تسبيكه كده، ما استبكهاش قوي. وبرده لسه موطيه النار على الباذنجان، بحب اسوي الباذنجان كده في قلب التسبيكه. هنا بقى البطاطس كل شويه بقلبها كده. شايفين جمالها يا جماعه، القلايه القويه بتطلعها طعمها جميل جدا، وما فيهاش ولا نقطه زيت. خلاص كده بقى الباذنجان كان طلع معايا دي في حتت فلفل كده انا مقطعاها. وطفيت بقى النار. عايزه اقول لكم كان المطبخ كان نار. خلاص كده بقى بعد طلعته يعني على المناديل كده، وصفيته برضو من اي زيت. ما بحبش ما بحبش يعني كتر الزيت قوي كده في المسقعه، وبحافظ على اي نقطه زيت تنزل الطاسه يعني. خلاص كده بقى كانت عايزه ملح يعني لسه النار قايده عليها. شايفين الطماطم لسه كده. الباذنجان بقى بيستوي كده وبياخد طعم
من الطماطم يبقى جميل. خلاص بقى طفيت عليها وعملت بقى بصلتين اتنين يا جماعة. يعني اهم حاجة البصل ده بالطريقة دي بيبقى خطير جنب المسقعة. قطعته بقى جوانح كده، وهعصر عليه بقى ليمونتين كبار، واحط خل وملح عليه وادعكهم كويس قوي ببعض. مش هنشطفه يا جماعة، نحط الملح وهنحط الليمون والخل ونسيبه الطبق زي ما هو. بيبقى طعمه جميل قوي، اللي ما جربوش يجربه، وبالذات جنب المسقعة وجنب كمان شوربة العدس. جنب اي حاجة بقى ممكن في الفطار، جنب اي حاجة بتبقى جميلة قوي البصلة دي. وبالذات لما يكون البصل طعمه حلو ولسه جديد كده زي البصل ده. خلاص بقى كده، لو عايزة ملح حطوا لها، كتروا لها الملح، ما بتبقاش حادقة ولا اي حاجة. هنغرف بقى المسقعة بتاعتنا. شايفين جمال المسقعة؟ عايزة اقول لكم تحفة بجد، يعني احسن اكلة لو في الشتاء بقى ما تشبعيش منها. خلاص كده بقى، وجبت الجزر المخلل. كان خلاص اتخلل معايا، انا قلت لكم انا مخلله الليمون. بعدها ب3 ايام خللت الجزر. انا بتلخبط يا جماعه. خللت الجزر وبعدها ب3 ايام خللت الليمون. وما كانش لازم الجزر خالص في الاكله دي، بس يلا بقى انا حبيت اوريهولكم. البطاطس كمان خلصت معايا، وجبنا العيش. شايفين جمال البطاطس يا جماعه؟ القلايه الهوائيه لا يعلى عليها في تحمير البطاطس. حبيت اعملها معاكم كده، وكمان هنبقى نعمل لكم اكل كتير فيها. هي جميله قوي بصراحه. خلاص كده بقى يا جماعه، الغدا بتاعنا كان جاهز. يعني عايزه اقول لكم مفيش احلى من كده اكل. يوم بقى يعني نروق على نفسنا بيتزا وكده، ويوم اقتصادي. يا رب الفيديو يعجبكم والاكل يكون عاجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك والصلاة على سيدنا النبي محمد طول ما احنا بنعمل اي حاجة في المطبخ. وهنروح بقى كده على أوضة عمر بقى ويوسف، نروقها لهم كده ترويقة. شايفين عاملينها ازاي؟ عايزة اقول لكم يوسف بيعوم على السرير وهو نايم. الملاية متبهدلة، والأوضة انا كنت يعني تركها كده بقالي شوية ما عملتهاش. السجاد كان طبعا مطرب كده وعليه فتل كده من الغطا بتاعهم ده. خلاص كده بقى هنشيل السجاد كله، نفضه قبل ما اشيل الملايات. ده اللي احنا متعودين عليه، يعني بنعمله مع بعض. وهشيل بقى الملايات كلها، وهفرشها لهم بقى ملاية حلوة كده، وهنمسح بقى مع بعض. اهم حاجة يا جماعة في المسيح زي ما اتعودنا مع بعض، الكرول في المية والجنرال، ده اهم حاجة. الفتالة بتفضل نظيفة، ما بيجرالهاش اي حاجة، وكمان بتدي ريحة حلوة في المسيح وكده. شلت بقى الملايات كلها، الغطا بتاعهم ده هم اصلا ما بتغطوش بيه. فمش نضيف يعني، مش وسخ. فهسيبه لهم بقى كمان يومين كده ان شاء الله. هبقى ننضفها تنظيفة حلوة، يعني هبقى اعملها معاكم. وهغير لهم بقى الغطا ده وننضف لهم الدولاب. انا كنت عايزة اعمل كده، بس بصراحة الجو كان حر قوي، وما كنتش بقى مستعدية ان انا اعملها قوي كده. فغيرت لهم بقى الملايات ونضفت لهم الارضية وخلاص كده. هنكنس اهم حاجه بالمكنسه. كان في تراب ناعم قوي زي ما قلت لكم، بقالي شويه ما عملتهاش. وبرده الكومودينو مطرب والسراير مطربه كده. خلاص كده بقى كنست كنسه كويسه كده. ورا الباب برضو لازم ما ننساهوش، بيبقى فيه برضو تراب. حطيت بقى هنا جنرال، وحطيت كورول. ده اهم حاجه يا جماعه. زي ما قلت لكم، شايفين الشرشوبه نظيفه ازاي، ما فيهاش اي حاجه. وفي نفس الوقت يعني بحطها فوق الجردل كده بتنشف. اهم حاجه انها تنشف، ما تلمش وساخه ولا اي حاجه، وتبقى نظيفه في المسيح، وتخلي ريحه المسيح حلوه. عملت بقى تحت الكومودين وكده، وبعدين رحت عملت تحت السبت. السبت ما فيهوش هدوم خالص، انا غسل يعني بغسلها على طول. ما فيش الا الملايات، هبقى احطهم بقى ان شاء الله. خلاص كده بقى هنروق على نفسنا كده ونمسحها لنا مسحه نظيفه. عايزه اقول لكم يعني ما بنعملها العمله دي بتبقى نظيفه قوي وجميله. فهم بيبقوا يعني مبسوطين قوي ان انا بنضفها لهم كده. جبت بقى المناديل بتاعتي. عايزه اقول لكم المناديل دي جميله في المسيح، بتسيب ريحه حلوه قوي في الاوضه، وبتنضف كويس قوي، وبتشيل التراب كله. وفي نفس الوقت بترميها كده في الزباله، ما بتوسخش بقى فوطه ولا اي حاجه. روقت لهم بقى على السراير الاتنين وكمان الكومودينو، وحطيت بقى الزباله كده في الارض. وجبت لهم بقى الملايات دي بيحبوها قوي. فرشتها لهم بقى كده وطبقت لهم بقى الغطا. خلاص كده يا جماعة خلصنا
الفيديو. زي ما قلت لكم ما تنسوش الصلاة على سيدنا النبي محمد، دي اهم حاجة طول ما احنا بنعمل. وما تنسوش اللايك والاشتراك والتفاعل على القناة جميل. انا بشكركم جدا، يا رب يخليكم ليا ويديم محبة يعني ما بيننا ان شاء الله. و... يعني عايزة بقى اللايكات دي اهم حاجة ما تنسوهاش. وخلاص كده، يا رب القناة تكون عجباكم يا جماعة. ولو في اي حاجة ممكن تكتبوا لي كومنت كده حلو من بتاعكم. وخلاص كده يا جماعة، خلصنا. شايفين جمال الأوضة؟ هفرش بقى السجاد. عايزة اقول لكم المسيح والكنيس بالمكنسة بيلم اي حاجة. وكمان ما تمسحي الأوضة بتفضل نظيفة لفترة كبيرة يعني. بس قولوا ليوسف بقى ما يبهدلش الملايات على طول كده، مبهدلها. يا رب يخليكم ليا يا جماعة.